السلام عليكم ومرحبا بكم في الليفل 1. في الليفل 1 باش نحكيو فيه على برشا حكايات معناتها الباز اللي كل إنسان المعلومات اللي أي إنسان يحب يدخل عالم التريدينج ما عندوش حتى فكرة شو صاير مش فاهم حتى شيء، مش فاهم الأمور كيف نية كيفاش الربح. دونك حرفيًا إحنا توا في الليفل 1 باش نحاول نجاوبوك على السؤالات تاعك الكل. يعني في الليفل 1 باش تفهم أنتِ كيفاش المارشي يخدم، كيفاش الربح من المارشي، شنو هو الكريبتو، شنو هو التريدينغ، شو معناتها investissement trader الديتايات هاذوما، الديتايات اللي لازم كل إنسان يبدأ بيهم، خاطر إذا كان إنسان مش فاهم حتى شي وينقّص فهمت وريني كيفاش نتريدي استراتيجية مش باش يفهم حتى شي، مش باش ينجم يبني على base صحيحة. دونك إحنا في الlevel 1 باش نحاولوا كيفاش نخلّيوك تستوعب الmarket باش أوتوماتيكمون أي information من بعد كي نتقدموا في الlevel 2 تستوعبها، تبدا فاهم الأمور كيفاش تمشي. دونك دونك هذه أحسن حاجة يبدأ أي إنسان ضايع فيها ما عنده حتى فكرة على الأمور هذه معناتها هذا منين لازم يبدأ بالضبط، ما لازمش يسكيبي level 1. باهي، دونك خلينا نبداو. باهي، إحنا الobjectif تاعنا في Stratex Academy اللي إحنا نحاولوا يعني نورّيو مثلًا نخلّيو l'investissement professionnel يعني للناس الكل، يعني مش just احتكار للhedge funds والصناديق الاستثمارية، معناتها أنا كمدير استثمار في Stratex Capital نحاول كيفاش نعاون العباد الnormal تبني على base صحيحة، ما تكونش معناتها ضحية في المارشي في كل مرة، ماذا بيا تفهم المارشي بطريقة صحيحة، تكون معناتها تinvesti smart مش تدخل تقمّر كيف اللي تا normal. دونك إحنا عن طريق Stratex Academy الإنسان باش يبني على base صحيحة أوتوماتيكمون باش يدخل دومان التريدينغ من الباب الصحيح، من الباب معناتها الhedge funds من الinvestissement باش يكون في نفس النيفو مع العباد هاذوك، مش يكون في النيفو تاع العباد الnormal اللي ديما الأغلبية تكون exit liquidity اللي هي ديما تكون ضحية، ديما تخسر. دونك نحاولوا ما ماكش مطالب مثلًا الإنسان مطالب باش يبدا الكريبتو لازمه يخسر برشا مرات باش يتعلم، إحنا باش يعني نلخصوا لك الثنية ذي الكل ماكش مطالب أنت باش تخسر وتتعب سنين باش تدخل النيفو تبدا تعمل profit وتولي تنفذي بالطريقة الصحيحة وتتريدي بالطريقة الصحيحة. باهي، إحنا في الlesson 1 اللي هو الدرس الأول في الlevel 1 باش نحكيو فيه باش نحاولوا نفسروا لك كيفاش الtrading work معناتها كيفاش يخدم، شنو هو الtrading crypto trading، شنو الفرق بين معناتها الtrader والمستثمر، شنو الفرق بين المتداول والمستثمر، كيفاش المارشي يتحرك، كيفاش يطلع، كيفاش يهبط، شنو هي الconcept بتاع الtrading شنو هو، كيفاش تربح منه فلوس. دونك هذوما هما السؤالات يعني الإجابات على السؤالات هذوما الكل باش نحاولوا نفسروهم في الlesson 1. باهي، نبداو. شنو هو التريدينغ؟ باهي، التريدينغ اللي حكاية سامبل على الآخر معناتها اللي هي كالتجارة بلغة أخرى معناتها هذه هي معناتها تشري وتبيع، معناتها تشري حاجة بسوم وتبيعها بأغلى. دونك في الconcept في التريدينغ في الكريبتو اللي هو كيف التجارة في السوق معناتها العباد مثلًا في السوق تعرف شنو قاعدة تتاجر بالسلع. التريدينغ كيف نفس البرانسيب معناتها اللي هو السوق زادة، أما في بلاصة ما السوق اللي تمشي له أنت مارشي سنترال الحكايات هذوكم الكل ولا مارشي الجرو الأمور هذيك، لأ إحنا التريدينغ باش يكون محطوط في exchange يعني في بلاتفورم كيف بينانس، كوين اللي هو سوق نتريديو فيه. باهي، في السوق هذا شنو تلقى فيه؟ البينانس شنو تلقى فيه؟ تلقى فيها التريدرز اللي هو كيفك أنت كيفي يعني كيف في نفس الوقت تلقى شركات تنفستي، تلقى hedge funds تلقى ويلز مستثمرين كبار. دونك هاذوما الكل كي يتلموا في السوق هذا يبداو يتريديو على شنو يتريديو؟ يتريديو على الassets اللي هو في الكريبتو عندنا البيتكوين، الإيثيريوم، السولانا، الالتكوين، أي حاجة تتريد يسمى يتبدل يطلع ويهبط. تلقى المستثمرين كوليكا سواء من عباد نورمال من شركات من ويلز هذم الكل كي يتجمعوا يتريديو على نفس الأصول، يشريوا ويبيعوا من عند بعضهم، وهذا الكل بطريقة سامبل وسهلة بكليك عن طريق البينانس معناتها البينانس كوين بيس أي بلاتفورم تتريد. الحكاية سامبل وكل شيء. وحاجة أخرى المارشي نتاع الكريبتو المارشي نتاع الكريبتو يخدم 24/7 معناتها ما يقصش، على عكس مثلًا الأسواق الأخرى par exemple نحكيو لنا على سوق الأسهم. سوق الأسهم مربوط بالبورصة، بالوقت البورصة par exemple سوق البورصة التونسية تخدم بالوقت الإداري معناتها تخدم كيف البورصة من 08:00 من 08:00 ل6 والّا 08:00 ل16 ما نعرفش بالضبط.
كيف في وول ستريت في أمريكا، بورصة أمريكا تتحل بالوقت الإداري نتاع أمريكا، دونك وفي العطل ما يخدموش، الويكاند ما يخدموش، على عكس المارشي نتاع الكريبتو يخدم 24/7. دونك نكملوا. يعني كيفاش تربح من الكريبتو؟ شنو هو التريدينغ؟ شنو هو؟ فسر لي. يجيك واحد يسمع تريدينغ، شنو هي؟ فسر لي. التريدينغ اللي هي سامبل على الاخر، اللي هي كونسيبت واضح. سامبل اللي هو انك تشري باي لو سيل هاي. ايش معناتها؟ معناتها انك تشري حاجه بسبب وكي يطلع سوم ما تبيعها. هذه هو التريدينغ باللغه أخرى. علاش؟ شنو قوه في الكريبتو؟ الكريبتو البرايسز يتحركوا كل نهار. معناتها كل نهار تلقى كوين تطلع 10%، تلقى كوين تطلع 20%، تلقى كوين حتى تطلع 50% في النهار. بالطريقه هذه فما ربح كبير برشا في المارشي هذا، خاطر المارشي فولاتيل، معناتها يتحرك برشا، على عكس المارشيات الاخرين الذهب والفضه والحكايات هذوكم الكل يطلعوا 1% 2% بالسيف. المارشي نتاع الكريبتو باش هو فيه الفرصه صح. اول حكايه يخدم 24/7، دونك كل نهار تنجم تعمل منه فلوس. في نفس الوقت فولاتيل يعطيك برشا فرص باش تشري. نجم انت تشري كوين اليوم غدوه تطلع 10%، تبيع بربح 10%، اللي هي الربح هذا ما تلقاوش في حتى في حتى مارشي اخر. دونك الكونسيبت التريدينغ اللي هو العباد مش فهمته، اللي هو تشري حاجه بسومها. مثلا نعطيك هذا، اعطيتكم اكزامبل. في افريل 2025 نجم انت انسان مثلا يدخل يحل بينونس، يلقى سوم البيتكوين ب 76200 في افريل. شو يعمل؟ يشري بيتكوين في افريل ب 76200. بعد شهر يرجع، بعد شهر يحل يلقى البيتكوين سومه 111000 بعد بشهر برك. معناتها السوم البيتكوين طلع ب 47%. دونك هو اذا كان الانسان هذاك شريه بار اكزومبل بقيمه $330 اللي هو مليون، اذا كان هو شريه بقيمه بار اكزومبل مليون، اوتوماتيكمون الانفستيسمون تاعو بعد بشهر شري بيتكوين مليون. البيتكوين اللي شراه هذاك بعد بشهر في ماي ولاو يسوي معناتها يسوى 1000 مليون 470. معناتها هو تو ربح 470,000. معناتها إذا كان هو يبيع تو البيتكوين اللي هو شراه يعني الشهر التالي شي يبيعه بمليون 470، شلقى روحه رابح 470,000. 470 دينار معناتها. نفس البرانسيب إذا كان واحد آخر بار اكزومبل يشري ب10 ملاين في اللحظة هذيك اللي لعبة فلوس هي. معناتها إذا كان إنسان بار اكزومبل في بلاصة ما يشري بمليون يشري ب10 ملاين، راهو بعد بشهر ولات عنده 14 مليون 700، راهو ربح 4 مليون و700 جست في الشهر هذاك. واذا كان واحد اخر يشري ب 100 مليون راه ربح 47 مليون في نفس الوقت. معناتها زوز تريدات نفس الوقت، نفس كل شيء، ما فماش حد ديفيرون جست قداش دخل الفلوس. هو التريد هذه اللي صارت الشونجمون كيفاش ربحوا؟ علاش؟ على خاطر سوم البيتكوين في الشهر هذاك طلع من 76,000 ل 111,000 في شهر برك. دونك هكا علاش هذا هو البرانسيب تاع التريدينغ اللي انت تلوج على فرص من النوع هذا. سواء تشري مثلا ب 76,000 تبيعه ب 11 غدوه، ولا تشريه ب 100,000 تبيعه ب 102,000. هذا هو الكونسيبت سامبل على الاخر، لانك تشري وكي يطلع السوم تبيع. هذا هو الكونسيبت، هذا هو الكونسيبت تاع التريدينغ. وموش يزهر راهو معناتها نحكيو اكثر علاش. باهي دونك لنا نجيو نحكيو. شفت واحد يسال كيفاش طلع سوم البيتكوين من 76,000 ل 111,000. هو زهر هذا قمار ودرا شي؟ لا، الحكايه مش هكا. كيفاش المارشي يطلع ويهبط؟ هذا هو السؤال الحقاني. هكا علاش الانفورماسيون هذه لازم الانسان يعرفها. باهي السوم اي حاجه في الدنيا، مش كان الكريبتو، اي حاجه في الدنيا خاصه الكريبتو، خلينا في الكريبتو. شنو اللي يحدد السوم يطلع ولا يهبط؟ اللي هو السبلاي والديماند، اللي هو العرض والطلب. اذا كان فما عباد تشري اكثر بالكونتيتي متوفره، اوتوماتيكمون باش يتلزوا ويشريوا بسوم اعلى. هذه هي البرانسيب. كيف بالنسبه كيفاش مارشي يتيح؟ كي يجيو عباد تحب تبيع في نفس الوقت، في الوقت اللي ما فماش عباد تشري من عندهم، اوتوماتيكمون السوم باش يتيح. اما واذا كان يصير ليكيليبر بار اكزومبل، كيف عطيت لكم الاكزامبل، اذا كان اني مثلا فما عباد اليوم جاي باش يشري ب 100 كابا بيتكوين بالسوم نتاع اليوم، ويلقاو عباد اخرين تبيع زاد كيف تبيع لهم ال 100 كعبه هذوك موجودين. معناتها الكونتيتي تاع البيتكوين اللي حشيتهم بها متوفر، اوتوماتيكمون السوم ما يتبدلش. معناتها معناتها 100 فما عباد تشري ب 100 كعبه بيتكوين، وعباد اخرى باش تبيع 100 تبيع لهم 100 كعبه بيتكوين بنفس السوم، متفاهمين فيه السوم هذاك. هكا علاش السوم ما يتبدلش؟ معناتها مش كل شاريه تطلع السوم وكل هبطه تهبط. اذا كان يعني الطلب اكثر من المتوفر المعروض، يعني السوم باش يطلع. اذا كان العرض يبدا فما اكثر من طلب، السوم باش يطيح. هذا هو البرانسيب كيف هو. دونك هذا المارشي كيفاش يتحرك. لا فما انسان يطلع فيه بقرص، لا فما حد شيء، لا بلاتفورم تحكم فما حد شيء. المارشي ديسنتراليزي، الحاجه الوحيده اللي تحكم فيه العرض والطلب. دونك
هذه هي النقطة يعني مهمة على الآخر باش تفهم المارشي كيفاش يمشي، وهذه المعلومة خاطر لنا العباد تضيع وتاخذ ديزانفورماسيون غالطين. باهي، حاجة أخرى، المارشي نتاع الكريبتو معروف بحاجة برك اللي حكيت عليها بكري اللي هي الفولاتيليتي اللي هو معروف معناتها اللي هو يتحرك برشا، معناتها اليوم يطلع 20% يتيح غدوة 10%، بعد غدوة يتيح 30%، بعد غدوتين يتيح يطلع 100% فوا 2 معناتها حرفيًا معناتها معدل معناتها كل نهار تقريبًا يعمل كل 10 20% المارشي، اللي هي حرفيًا معناتها ربح راه 10% يطلع فيه مارشي ولا حتى يتيحهم، راه حرفيًا فرص كبيرة على الآخر، تنجم معناتها إنسان عنده القدرة إنه يعمل 10% كل نهار example possible. هذا المارشي بتاعك نجم يعمل حتى فوا 2 فلوسه في نهار، هذا المارشي نتاع الكريبتو، هذا قوة المارشي نتاع الكريبتو، على عكس المارشيات الآخرين، الذهب ما ينجمش يعمل 20 والّا 30% في العام، ما يعملهمش، الذهب يتحرك بالسيف 1% معناتها هذاك هو، معناتها العباد تحب تريدي في الذهب par exemple آآ ماكسيموم معناتها هذيك هي باش يتحركلكش معناتها في المعدل باش يتحركلكش 1% والّا 2% بالسيف، شنو هذا قدام الvolatility نتاع الكريبتو، دونك هذا علاش المارشي نتاع الكريبتو فيه برشا فرص، كل نهار فرص 24/7. باهي نكمّلوا، دونك إحنا توا واش نحكيو لنا على الفرق ما بين trader وinvestor معناتها الفرق ما بين إنسان متداول وإنسان مستثمر، خاطر فرق كبير، فما معناتها زوز حاجات مختلفة الحكاية دي، الإنسان لازم يعرف روحه هو اسكو هو مستثمر والّا هو يتريدي، فهمت؟ دونك الديفيرونس بين التريدر والمستثمر اللي هو التريدر ما يهموش يعني بالمارشي، هو يدخل التريدر باش par exemple باش يدبّر مصروف شهري، يدخّل ربح، يستغل لك الmouvement نتاع مثلًا يشري اليوم يبيع غدوة، يشري اليوم يبيع بعد جمعة، يحاول يربح شي كل 10 20% نتاع التحرك نتاع المارشي، حرفيًا هذاك كيفاش يعمل، معناتها ما يهموش مارشي يطلع يهبط ما يهموش، هذا التريدر شنو هو المتداول اللي هو كل نهار يحاول يلقى شي صفقات، يعمل شي صفقات، يدخّل شي مثلًا 5 7%، يشري شي اليوم يبيع شي غدوة، يشري شي اليوم يشري شي الصباح يبيع شي في العشية، يشري شي اليوم يبيع شي بعد 3 أيام، هذا هو ما يهموش في المارشي معناتها هو الobjectif نتاعو كيفاش يدبّر راسه، بلغة أخرى هذا هو الtrader اللي هو كل نهار لازمه موجود، كل نهار حاضر، كل نهار يشري ويبيع، يحاول يصغل يعني أي mouvement تاع marché. وفي نفس الوقت بالمقابل عندك المستثمر هو يغزر long term يعني هو ينفستي معناتها للمستقبل، معناتها ينفستي مثلًا يشري سنة، يحاول باش كيفاش يستنى عرفت طلوع المارشي بعد عام، بعد عامين، بعد 6 شهور، حرفيًا معناتها ما يهموش. par exemple البيتكوين ما نعرفش هو اليوم مثلًا نحن توا في فيفري، البيتكوين يساوموا تقريبا $67,000. المستثمر ينجم يرى فرصة على الآخر هذيا معناتها $67,000 يعرف يقول لك هو بعد عام بعد عامين البيتكوين لازمه باش يرجع ل$120,000 عرفتها بعد 6 شهور بعد عام لازمه باش يرجع معناتها لازم ينجم يعمل فوا 2 دونك هو المستثمر في النيفو هذا شنو يعمل؟ يدخل يشري البيتكوين ب$67,000 ويخليه لمدة يقعد يستناش يرجع ل$100,000 باش يبيعه، على عكس التريدر لأ يخزر البيتكوين ب$67,000 اليوم ويقول لك الزح ينجم بعد غدوة بعد 3 أيام par exemple معناتها في النهارين هذوما 3 أيام الجايين ينجم البيتكوين يطلع يرجع ل70,000 دونك نشريه هاني توا ب67,000 نبيعه ب70,000$، هذا هو الديفيرونس. دونك هذا هو بالنسبة لينا إحنا في الlevel 1 إن شاء الله في الlevel 2 باش نحكيو أكثر ديتايات نحكيو كيفاش تربح من المارشي كيفاش تزغل يعني نبداو يعني كمعرفة كيفاش تزغل المارشي كيفاش تربح منه المارشي هذا.